بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أحبة حبيبات كوزينتنا ديزاد. اليوم جيتكم بهذا الفطائر. عند الشرقي طبعا يقولها الفطائر محشية، وإحنا نقول لهم حاجة توندونس اللي مداير حالة في المواقع التواصل. وهذا الوصفة هذه جات في وقتها. الولاد يحبوا هذه الأكلات. نديروهم في الدار خير ما نشريوهم من برا، وفي الدار أحسن وأحسن، يعني في البنة والخدمة والنظافة وكامل. وكذلك وصفة بنينة بنينة بالبزاف، قراف قراف بنينة. حبيت نشارككم معايا حبيباتي وتشوفوا هذا الوصفة هذه كيفاه سهلة وبنينة وما تاخذش وقت، يعني حاجة ولا أروع. ما فيهاش المقادير بزاف وفيها حوايج كل شيء بسيط. نبداو بالحاجة الأولى هو العجين. كما راكم شايفين سميد كأي سميد اللي عندكم، وشان هي يكون لازم فيه العلك. هذا سميد تاعي نورمال، عجنته في البيتخان، يعني عطيت له الوقت في العجين. قد ما يتعجن قد ما يخرج هذاك العلك تاعو ويجي سهل في الخدمه. هنا شمختو، درت الملح وشمختو بالماء عادي، يعني من العين هكذا نتحصل على عجينه. ومن بعد هكذا قد ما نلم مليح جيدا. على الاول عجنت بيديا ومن بعد وليت حطيته في البيتخان. على بالكم دارتو يعاونني البيتخان وحدي في الدار، يد في الكوزينه ويد في حوايج اخرين لازم مساعد. هنا بعد ما تعجن لي هاني لا نشكل في الكور، نديرهم في بلاطو مدهون بالزيت ونغطيه بالنيلون او بابي فيلم وش عندكم، وتخليوها ترتاح. نروح للحشوه. لهنا درت 2 حبات كبار تاع بصله، 4 حبات تاع طماطم، درت لي زيبيس فلفل احمر شويه كزبر والملح. لهنا درت 3 رص فلفل حلو الوان ونص صدر تاع دجاج وربع سنات تاع ثوم. هنا درت في المقله عفوا سمحوا لي على لافوا تاعي تغرق. في المقله درت شويه زيت والبصله والفلفل قطعتهم كامل مكعبات كما راكم شايفين على نار متوسطه. انا درت في النار قليله كما راكم شايفين، ودرت لي زيبيس هادو. كنعاود لكم فشويه كزبر وملح وفلفل احمر، خليهم بالعقل يطيبوا هكذا. نحركهم ونخليهم يعني يذبلوا. حاجه كطيبوها على نار قليله وعلى بكري تجيكم بنينه بالبزاف. هكذا مره على مره نقلب. درك نخلط كامل جميع كما راكم شايفين الفلفل مع البصله مع لي زيبيس، نغطيهم ونخليهم يطيبوا. نروحوا لنص صدر تاع الدجاج، ولا تحبوا ديروا الفيونداشي واش عندكم. لا ما عندكمش هذا ديروا الطون. انا درت نص صدر تاع دجاج كان عندي، قطعته هكذا كما راكم شايفين. نحب نقطع قبل اون جوليان ومن بعد نقطعه هكذا مكعبات. نص صدر يعطيني كميه ما شاء الله. قطعوها رقيق ما تقطعوهاش خشين، هذو يجوا في الحشوه. نرحب بالمشتركات القدم. دائما نقولكم دار داركم والوصفه ليكم، وان شاء الله تشوفوها وتجربوها. مليحه والله غير هايله، خرب نتاع برا ما تلحقش، يعني وصفه تشهي. ولي ذاقها زاد حبوني نزيد نعاودها كون يصيبوا في السمانه نديرها لهم 3 مرات هكذا. نقطع فيها مكعبات.
هاد الكميه تاع المحاجب اللي جاوني الله يبارك، مع اني درت قيس كيلو برك تاع دقيق، ما ضفتش حتى كميه، يعني لا فرينه كيما راكم شايفين، غير العجين وحده. انا كملت نص صدر تاع الدجاج، لانني موجده امامي لي زيبيس. عندي لهنا فلفل اسود، ندير اولا شويه كمون يمدي شويه البنه، هنا ثوم بودره، لهنا ندير بالمغرفه صغيره خلاص كما راكم شايفين، باه ما نكثرش، لا زيد مغرفه كبيره راني ننسى روحي وندير كميه. لهنا الكاري اللي عنده يديروا، اللي ما عندوش ما يديروش، ماشي شرط. هذا يمثل البنه بالبزاف، فلفل اسود بطبيعه الحال، وفي الاخر نضيف الملح. شوف كي ديروا مغرفه صغيره كيما هكذا، يجي سوا مع نص صدر تاع الدجاج. هنا نخلطهم مع بعضهم هكذا، يخش فيه كامل لي زيبيس، وخليه بجيه. لهنا سكرفشت حبه كبيره تاع جزر او زروديه او رخيزو كما يقولوها المراركه. لهنا اني سكرفج في الثوم كما قلت لكم، درت 4 سنات صغار ماهوش كبار، ماشي صغار بزاف يعني متوسطين. هنا بعد ما ذبلت لي البصله ضفت الزروديه والثوم تاعي. زروديه تمد واحد البنه واش نقول لكم، روعه. يعني اول مره ندير زروديه مع البصله هذه، عطاتني واحد البنه خطيره. هكذا راني نخلط بشويه، زروديه ما تطولش في الطياب. ضفت طماطم قطعتها مكعبات رقيق، ما تخلصش من الزريعه اكيد لازم. هكذا كما قلت لكم نطيبوها على نار قليله. انا بديت بها يعني هي الاولى باعجنت، خليتها الوقت اللي ترتاح فيه العجينه، هذه لازم تبرد. بعد ما كملت طياب تاع تكتوكه هذيك، لهنا هنطيب الدجاج، نبقى غير نقلب فيه بما يطلقش الماء نتاعو ويطيب في نفس الوقت. ها هو بخاسكا طابلي، نطفي عليه الغاز ونخليه يبرد. نوجد باقي المقادير اللي هو نسكرفج الفرماج، نوجد كامل هادو كل امامي. ودركا راني نقرص في العجينه. شوف بعد ما ارتاحت، قد ما ترتاح تعطيكم الطوع وتحل وتقرصوها تتكسل فاسيلمون. هنا درت في بابي كويسون. كاين بنات مبتدئات كاين يعرفوش يكسلوا العجينه تاع الفرمسه او المحاجب، ديروا على البابي فيلم هكذا يعاونكم تكسلوها ثاني بسهوله. الطاجين لهنا حطيته يسخن، شوفوا كيف حطيت بابي كويسون بالعقل. اخدموا حاجه بعقلكم تنجح لكم الوصفه. شوفوا كيف نتخلص من الورق الزبده على العجين. ها هو شوفوا كيف راهي يطيب لي. يعني سهله مش حاجه صعيبه. ما تنسونيش حبيباتي بالابوني والاعجاب او الاشتراك ولايك. انا دائما نخير لكم حاجه اللي سهله وبنينه واقتصاديه، ماشي حاجه اللي ما تقدروش ديروها. كما قلت لكم، اللي ما عندوش الدجاج يدير الفيونداشي، واللي ما عندوش هذا الزوج يدير الطون تاع الزيت او طماطم، يعني على حسب الذوق تاع الدار.
والبصلة اكيد كل عنا في الدار زوج حبات بصلة، ماشي حاجة مكلفة، بصح بنينة. هكذا نكسل بالعقل، نغطس يدي في الزيت ونكسل باش ما ترزقش في يديا وتعاوني كي نكسل فيها. صح يمشي الكاغد معايا، لازم تعرفوا كيفاه تخدموا. هكذا كسلي بشويه بلا ما تزربي روحك، ونهز بابي كويسون مع العجينه، نقلبها بشويه على الطاجين هكذا، ما تتكملش لكمش وما تجيكمش خشينه، تجيكم كل كيف. حبيت ندير ونعاود باش تفهموا كيفاش الخدمه هذه، ما تخليوهاش تحرق وخليوها طيب. هكذا تحطوها في الصنادي وتغطيوها ما باه تعرق وما تجيش يابسه، ما تنشف لكمش. هنا انا نقرص باش نوجد حبات تاع المحاجب. دركا لازم توجدوا ديروا احسبوا العجين قداه الحبه حديروها، طيبوا هكذا كل وجوه، تحطوهم في الصلادي وتغطيوهم باش تقدروا تشكلوا الحبات تاع المحاجب. هكذا بعد ما كسلتها ندير القرصه اللي طايبه في النص. دوك نجربها اذا جاتني على شكل بريه. دوك ندير الطبقه الاولى، هذه الهريسه اللي خدمتها، هريسه بنينه ان شاء الله تجربوها، هايله والله غديروها ما تندموش، وصفه ولا اروع. اللي ما شافهاش يروح الفيديو السابق وتشوفوها. هنا ندير لافارس هذه البصله اللي طابت مع الفلفل والطماطم. ثاني جات واحد الحشوه تاع البصله بنينه كراف، لازم تجربوها. انا نقولها لكم نعاود متاكده باللي لا درتوها والله ما تندموا وتشكروني، وروحوا في التعليقات وقولوا لي. هنا درت الدجاج اللي طابلي هكذا ما نكثرش. نورمالمون ندير فرماج فوندو وباه ندير فرماج غابي سبكس بيه بلا ما فقت كوميم ودرتو من فوق. هذا الفرماج تاع البوادن، تحبوا ديروا الفرماج براج او الفرماج اللي يتباع في البوادن او تخدموه في الدار. هكذا نطبقها هي الاولى، وبعدها نطبق عليها العجينه. شوفوا كيف تعطي طوق تعود مرتاحه. خدمتها تجي سهله ماهيش صعيبه. العجين كي تعجنوه مليح يعطي لكم الطوق. هكذا وانا مخليه الطاجين فوق الغاز، نقصت له شويه ماشي قوي باش كي نحطها طيب لي ما تتحرقليش. ندير لها السمن، انا ندير سمن المرجان، واللي يحب يدير زبده يدير. هو انا بصراحه نفضل السمن افضل، واللي ما عندوش هذا الزوج يقدر يدير شويه زيت. هكذا ونحطها طيب لي. شوفوا كيفاه طابت، اللون نتاعها كيفاه جا ذهبي. دوك نطيب الجوانب. انا وجدت معاها الموخيطو اللي ما يخطينيش، نحبوه في الدار بزاف، النعناع والقارص الله الله عليه، مشروب هايل منعش. وهذه جات محرحره ومورقه تهبل. مع السلامه.